السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو فيما كنتوا داخل او خارج ارض الوطن. اذا اخوتي قبل ما ننسى بعدا فضلا وليس امرا كنتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش هكا يوصلكم اي جديد، وما تنساوناش من التعليقات ديالكم حول هذا الموضوع. ففي اطار مستجدات قضية جريمة شتوكا ايتباها، الجريمة الشنعاء اللي راحت ضحيتها واحد السيدة في الثلاثينيات من العمر، واللي خلات مسكينة واحد البنيته اللي عندها عام ونص، وكذلك خلات واحد الزوج اللي مقهور عليها بحكم حبوا ليها، ويعني العشرة ديالتهم واخا يعني ماشي شي مدة كبيرة، ولكن السيدة خلفت واحد الآثار هاد الجريمة هذه خلفت في القلب ديال الزوج ديالها واحد الصدمة، سواء للزوج ديالها او حتى الاقارب ديالها، العائله الكبيره او العائله الصغيره ديالتها. فالبارحه اخوتي كما شفتوا في مواقع التواصل الاجتماعي فكانت اعاده تمثيل الجريمه اللي جابوا المجرم، وكانوا كيديروا معاه اعاده كيفاش دار للسيده مسكينه حتى قتلها. وكما شفتوا كان واحد التهجم كبير في واحد اللحظه من واحد اللحظه من الغفله ديال الجمارك، كان واحد التهجم كبير على داك المجرم. يعني كانوا ما عرفش شنو باغيين يديروا له، باغيين يعني يشدوا حقهم بيدهم، فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فكما كتشوف ما يمكنش تشوف واحد قدامك، تشوف واحد قدامك اللي قتل لك اختك ولا قتل لك الزوجه ديالك وتبقى صابر. فكما شفتوا كان واحد التهجم كبير، حاولوا في ضربوه او يعني يشدوا حقهم بيدهم، الا ان الدارك تدخل في اللحظه المناسبه وخلى العمليه تدوز كما هي. فبلا ما نطول عليكم اخوتي نخليكم مع فيديو ديال الزوج ديالها، هو مسكين في قمه الحزن في قمه الصدمه. انا لله وانا اليه راجعون. وانا العدو غير حدايا وما سايقش ليه الخبر عباد الله، وكلا وشرب معايا عباد الله لمده عام ونص ديال الايام، هو خدام معايا، داير فيه خويا، داير فيه صاحبي، داير فيه كلشي، وغدر بيا. انا بيت يا ربي تاخذ فيه الحق، ما بقيتش حمل نوصل انا الدار هذه، ولات عندي كحله كنجي لهنا وكنتفكر مرحومه الصباب ديالها مسكينه هنا بخاو. انت كتشوف هاد الحاله هادي، لا كندخل الكوزينه كنتفكرها، ندخل لهاد البيت نشوف حوايجها كنتفكرها، ندخل. ما كتقدرش مازال تنعس في الدار؟ ما ساكن هنا، ما بقيتيش؟ ما بقيتش، جالسه عند العائله انا وبنيتي. ما قدرتيش مازال تدخل قدرت اخويا. كي غدير اخويا؟ جيتي لقيتي مرتك ميته ومشمده، كي غدير؟ مازال ترجع لك بلاصه، سمحت حوايجي وفي كلشي اخويا. انت كتشوف، انتما كتشوفوا لا عندي هاد الباب كحل، نجي نحلو دابا. انت ما بقاش عندي علاش غنحل هاد الباب؟ هو راه مرحومه مشات الله يرحمها، دا ليا فيها اخويا، خرج ليا، يمكنش يكون ما دار ليا اخويا. السلام عليكم. اولا واخيرا اخويا، هاد السيد اللي دار فيا هاد الجريمه راه جاري، راه ساكن حدايا الباب ها الاخر. انتم كتشوفوا خدام معايا 10 ديال عام ونص، هو خدام معايا ومع صاحبك وخدام معاك عام ونص؟ صاحبي، وما نويتش فيها اخويا يدير فيا هاد الجريمه. غدرني يا اخويا. الاول بلي عرفتي ما تعاود لنا. الاول اخويا كيفاش عرفت بلي ماتت المرحومه؟ عيط ليا، هو نيت لي عيط ليا الوحده ديال النهار. فاش عيط ليا؟ انت كنتي خدام؟ انا كنت خدام اخويا. عيط ليا قال لي راه لقينا واحد السيد ميت حدا الكرمه، خليها نصور ها بلاصه الجريمه. قلت له ما يمكنش اخويا، هذيك البلاصه انا ساكن فيها عامين ونص، هو ساكن عام ونص، انا اللي جدته هنا في الاول. وكاين اللوقر وكاين التقار اخويا هنا، وكنت كاسب الكلاب ديالي هنا في كاسبهم. الطوموبيل كان بلاصيها لهيه، الدار ديالي ها هي الدار ديالو ها هو. عيط ليا قال لي اخويا راه لقينا واحد الراجل هنا ميت ومغطي. قال لك راجل؟ قال لي راجل. في نفس الوقت انا دخلني الشك وما دخلنيش الشك، كنقول شكون هذا اللي غيجي ويموت لينا حنا حدا الدار؟ ما عمر هذا الشيء كان، ما عمر هذا الشيء شفناه، ما عمر هذا الشيء تصورته انا غيوقع قدامي. عيط لك؟ قال لك واحد؟ عيط ليا بالتليفون قال لي عبد الرزاق، قال لي راه لقينا واحد الراجل ميت هنا راه مغطي. قلت له سير شوف، عيط للسلطه، عيط شوف
شوف شكون هذا السيد وتعرفوا عليه وقول لي شنو كاين. جلس واحد شويه خويا ما عيطش ليا، عيط ليه عاوتاني قلت له اش واقع. قال لي ودي راه مشينا نمول الدار عيطنا ليه وعيطنا للمقدم وقال لي ودي راه لقيناها مرا. غير قال لي مرا اخويا راه انا ما كذبش عليك تصدمت. قال لي يديها فيهم الدم حالتها كي دايره. قال لي راه مكرفسه بزاف. صافي هذيك جلست واحد شويه هزيت التليفون كنصوني المرحومه كنصوني ليها بنقول لها واش جبتي الخبار كيفاش وقع شكون هذا اللي مات تما شكون. والو خويا ما كتجاوبنيش. جلست عاودت عيطت ليه قلت ليه سير دق لي على الدار حين جاري خويا وكدير فيه خويا وعزيز عليا وصديق. قلت ليه سير دق لي على الدار وشوف ياك ما وقع شي حاجه ولا شي. من طبيعه الحال انا راني خدام في الخدمه وما عرفتش اش واقع مورايا. مين مشى قال لي راه كندقوا تاع هنا. قال لي ما كاين اللي جاوبنا. قال لي وكاين الدم قدام الباب ديالك. قال لي حتى قدام الباب عندي. قلت له هذا الله اخويا تصدمت. عرفتي شنو تصدمت؟ مي قال لي الدم قدام الباب عندك تصدمت اخويا تصدمت. قلتي شي واحد من تصدمت. قلت انا هادو جاو لي الشفاره هادو ممكن اي حاجه شكيت فيها. واحد شي من طبيعه الحال قلت له مول الخدمه ديني جابني مول الخدمه كيجري بيا. جابني مسكين حطني هنا لقيت المخازنيه ولقيت السلطه ولقيت المقدم لقيتهم بداو كيصبروا فيا كيقول لي البركه في راسك. ما عرفتش انا عباد الله اش وقع. ما عرفتش شنو هو انا اللي واقع. ما عرفتش اخويا شنو اللي واقع. زدت كنجري هنا هزيت الباش طليت على مرتي لقيتها مسكينه مشلده. لقيت مرتي مسكينه مقطعه مضروبه مطعونه كامله اخويا مطعونه مرتي مسكينه كامله مقطعه والدمايات والنمل كيدور عليها. عباد الله انا عباد الله العالم كل شيء شاف هذه الجريمه. هذا المجرم عباد الله راه خاصو يبان في اقرب وقت. هذا المجرم وصافي وطليت عليها وبداو الناس شاديني وتنغوط ما قدرتيش تصبر ما الصبر اخويا. مشى عليك العزيز عليك. خلات لي ديك الدريريه عندها يلا عام و6 شهور يلا دريريه مسكينه وحده. كنا مقاتلين من بيناتنا على هذيك الدريريه ومعيشينها ودايرينها من بيناتنا. وهذا اللي قتله هو هذاك جارك وكيهضر معاك هو هذاك جاري اخويا هذاك جاري هو اللي دار هذه الكارثه. ودابا فينا هو؟ العلم لله اخويا. كنقلبوا حتى هنا والسلطات ديرها خدمتهم والمخزن كلشي كيقلب ليلا ونهار. الناس كلشي كيقلبوا مساكن ولكن والو شي جديد ما كاين. غبر فاش معكم هنا فاش كانوا الجندرم كان هنا داك النهار كان هنا وداير جريمه وكيدور حداهم ليه في ديك البلاصه وانا كنغوط هنا ولا من عباد الله يشك في هذاك السيد. ما شك فيه حتى شي واحد. ما عرفناش واش هو يدار الجريمه. ومن بعد غبر اش من رساله توجه للمسؤول؟ اخويا هاد الرساله اللي غادي نوجهها هذا السيد حرمني اخويا في هاد السيده كانت عزيزه عليا. حرمني في هاد الروح. خلى لي ديك الدريريه صغيره خلى لي ديك الدريريه مكرفسه مسكينه دابا مورا ما وكتفكر داك الشيء وديك الصدمه وداك الشيء مسكينه حتى هي كتعقل. انا هاد السيد عباد الله بيت الله ياخذ فيه الحق. بيت هاد السيد انا يا ربي السلطات ديالها خدمتهم يجيبوا لي الحق ديالي. يا ربي انا بيت نخزن جميع العالم كل شيء يجيب لي الحق ديالي في هذا المجرم. اخويا انا كنتسنى غير شي خبر يقولوا لي راه شدينا هذا المجرم. مازال ما تشدش. خطرت على الناس اخرين كلشي الناس اللي كيتفرج في هذا اللايف وكل شيء. هذا السيد كيصلي وكل شيء ما كيصلي. اخويا كتجي مرتو عند المرحومه ديالي ديما كنلقاها عندها في الدار. هي عنده 3 الوليدات. كتجي مرتو ديما كنلقاها عند المرحومه في الدار وكتقول لي راه راجلي كيصلي وراجلي كيدير. ومن طبيعه الحال اخويا لقيت اخويا حتى المراه ديالو 100% مشاركه معاه. حيت كتدخل عند المرحومه وكتعرف كل شيء وكتدخل يوميا عندها. واش داو لك شي حاجه في الدار؟ 1.5 مليون اخويا اللي مشات في الدار. 1.5 مليون اللي مشات اخويا هذيك النهار اللي داها هي علاش قتل ديك الروح. على 1.5 مليون. على 1.5 مليون. كنت داها الفلوس وخلى لي غير ولادي حيين.
والناس اخرين هنا بالنهار هو اللي وقع هذا الشيء. هو اللي دار جريمه، عارف ما كاين حتى واحد، انا وياه اللي كاينين هنا ساكنين بجوج. انتم بجوج؟ حنا بجوج اخويا، والناس ديال الفيرما هنا ما ساقوا الاخبار، الجيران حتى واحد ما ساق اخبار. نفعونا اخويا الكاميرا ديال الفيلات هنا، هما اللي شدوه فاش هز الخنشه ومشى للبير ولحى اللي جمع فيها الحوايج ديال الجريمه اخويا في الدار عندي فين قاد داك الشيء وصايب داك الشيء ودا الحوايج لحهم في البير. كلمه اخيره شنو؟ كلمه اخيره هي هذه اللي كنطالب من حقي، يا ربي بغيت حقي يا ربي، انا بغيت حقي يا ربي عند الله تعالى وعند المخزن وعند السلطات، هذا الشيء اللي بغيت اخويا.